السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي للثانوية العامة والأزهرية دفعة 2025. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حلقات الفيزياء مع كورس تأسيسي مهم جدا 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 هيفيدك إن شاء الله طول السنة. الكورس التأسيسي ده يعتبر باك جراوند أو خلفية لأولى وتانية ثانوي. إحنا خدنا في أولى وتانية ثانوي يعني أجزاء كتير جدا من الفيزياء، فساعات في ناس بتنسى، ساعات في ناس مثلا في بعض العلاقات مش فاكراها. فاحنا ان شاء الله كده هنبدا النهارده كورس تاسيسي هنعرف فيه شويه حاجات. الحاجات دي هنعرف يعني ايه كميه فيزيائيه، رمز الكميه ديت، وحده القياس. طبعا عندنا في حاجه اسمها النظام الدولي، فهنعرف ازاي نحول من وحده للتانيه، واهم التحويلات اللي هتقابلنا طول السنه، ودي هتفرق معانا كتير جدا جدا في حل المسائل. بعد كده هنعرف حاجه اسمها البديهيات القياسيه اللي هو تصغير اي وحده وتكبيرها. بعد كده ان شاء الله هنعرف بعض القوانين الرياضيه المهمه جدا اللي بنحتاجها برضو في الفيزياء، لان الفيزياء والرياضه يعتبروا اخوات مش ولاد عم يعني. فهنعرف بعض القوانين زي المحيطات والمساحات والحجوم بتاعه الاشكال الهندسيه. بعد كده ان شاء الله هنخش على اخر حاجه اللي هي العلاقات البيانيه، وده جزء مهم جدا 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 في المنهج. اساسي في امتحانات الثانويه العامه والازهر ان لازم في الفيزياء يجي علاقات بيانيه. العلاقة البيانية بقى هنعرف ايه هي انواع العلاقات زي الطردية والعكسية والتزايدية والتناقصية، ونعرف في كل علاقة ازاي نجيب الميل. فاحنا ان شاء الله النهاردة كورس كده تأسيسي بسيط هنشتغلوا مع بعض، تذاكروا كويس جدا جدا عشان هيفرق معانا في حل الأسئلة. هنبدأ أول حاجة بحاجة اسمها الكميات الفيزيائية. طيب أنا عندي لغة الفيزياء اسمها الكميات الفيزيائية. هندرس أول حاجة الكميات الفيزيائية. طيب أنا لو سألت نفسي كده يعني إيه كمية فيزيائية؟ كلمة كمية فيزيائية معناها أي حاجة تقدر تقيسها في حياتك. أي حاجة تقدر تطلع لها رقم وتطلع لها وحدة قياس يبقى اسمها كمية إيه؟ فيزيائية. أي حاجة يعني ممكن تعدها وتطلع لها قيمة. لغة الفيزياء بقى اسمها الكميات الفيزيائية، وخدنا في أولى ثانوي وفي ثانية إن الكميات دي بيقسموها إلى نوعين، حاجة اسمها أساسية ومشتقة. ده مش موضوعنا في ثالثة ثانوي، ولكن في بعض الكميات خدناها في أولى وثانية ثانوي مكملة معانا في ثالثة. طيب الكميات الفيزيائية اللي هنحتاجها في ثالثة ثانوي زي من أشهر الكميات المسافة، وزي عندنا الكتلة، وزي عندنا الزمن، ودول أشهر كميات في الحياة. كل كمية من دول بيبقى ليها رمز وليها حاجة اسمها وحدة قياس. واتفق العلماء إن احنا هنشتغل في وحدات القياس بحاجة اسمها النظام الدولي، وده هيدخلنا بعد شويه كده لحاجه اسمها التحويلات. اي وحده هتجيلي غير النظام الدولي لازم احولها للوحده الدوليه بتاعتها. المسافه بيبقى رمزها اكس او دي، ينفع اكس او دي. الكتله بنرمز لها بالرمز ام اختصار لكلمه ماس. الزمن تايم تي. طيب وحدات القياس بقى، المسافه بنقيسها في النظام الدولي بوحده المتر، الكتلة بوحدة الكيلو جرام، الزمن بالثانية. ودول أشهر كميات في الفيزياء، مسافة كتلة زمن، مسافة كتلة إيه؟ زمن. طيب بعد كده لو إحنا كملنا هتلاقي من الكميات المشهورة برضو حاجة اسمها السرعة، وحاجة اسمها العجلة، وحاجة اسمها الحجم، وحاجة اسمها المساحة، وحاجة اسمها القوة، وحاجة اسمها الشغل. تعال نجيب بقى رموز دول ووحدات قياسهم. لو انت فاكر كده السرعه هتلاقي رمزها V، العجله رمزها A. طب السرعه كانت بتساوي التغير في الازاحه على التغير في الزمن، يبقى وحدتها متر لكل ثانيه. العجله كانت بتساوي التغير في السرعه على التغير في الزمن، يبقى وحدتها متر لكل ثانيه تربيع. الحجم بنرمز له بالرمز VOL اختصار لكلمة فوليوم، ما ينفعش نكتبه V لأن V دي سرعة. والحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، فيبقى وحدته متر مكعب بالنسبة لمتوازي المستطيلات. المساحة اريا A كابيتال، فبنرمز لها بالرمز A وتبقى وحدتها متر مربع. القوة F، والقوة كانت بتساوي M في A يعني الكتلة في العجلة، فممكن طلع لها وحدتين. اشهر وحده طبعا نيوتن، والكتله تقاس بوحده كيلو جرام، والعجله بوحده متر على الثانيه تربيع. يبقى انا عندي النيوتن ده مشهور جدا عندنا بيكافئ كيلو جرام متر على الثانيه تربيع.
الشغل W work بيساوي F في D القوة في الإزاحة، أو بيساوي لو فكينا الإف هتبقى M في A في D. فلو جيت بقى الشغل أشهر وحدة ليه اسمها جول، نسبة لاسم عالم كان ليه دور في الشغل والطاقة اسمه جيمس جول. القوة نيوتن، المسافة متر أو الإزاحة متر، وممكن بقى نشيل الكتلة ونحط كيلو جرام، والعجلة متر على الثانية تربيع في متر، يبقى متر تربيع على الثانية تربيع. يبقى دول الكميات الفيزيائية المشهورة عندنا، ودي الرموز ودي وحدات الايه؟ القياس. لو جينا نكمل هتلاقي في عندنا برضو بعض الكميات زي مثلا عندنا حاجة اسمها سرعة الموجة. سرعة الموجة بنرمز لها برضو بالرمز V، وكان ليها قانون مشهور هنحتاجه السنة دي في حاجة اسمها الفيزياء الحديثة. السرعة بتساوي لامدا في نيو. طب ايه لامدا ديت؟ لامدا ده اسمه الطول الموجي، اللي هو طول موجة واحدة. لما احنا كنا بنرسم موجة كده وليكن موجة مستعرضة، المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين اسمه الطول الموجي، اللي هو طول موجة واحدة. نيو يعني التردد، فيبقى سرعة الموجة وحدة قياسها أي سرعة وحدة قياسها الأشهر متر لكل ثانية. وطبعا الطول الموجي لوحده وحدته متر، والتردد لوحده وحدته هرتز. في عندنا برضو حاجة اسمها كمية التحرك أو كمية الحركة، ودي بنرمز لها بالرمز BL، ودي بتساوي M في V. M يعني الكتلة و V يعني السرعة. وانت ممكن لو ركزت تستنتج الوحدة لوحدك. الكتلة وحدتها كيلو جرام، والسرعة وحدتها متر على الثانية، يبقى الوحدة كيلو جرام متر على الثانية. دول كده أهم الكميات اللي احنا محتاجين نعرفهم من أولى وتانية سنة. ده أول حاجة. نيجي بعد كده بقى لازم تعرف ان اي وحدة قياس لها حاجة اسمها تصغير وحاجة اسمها تكبير، او بيسموها البديهات القياسية. فعندي اي وحدة في حاجات اصغر منها. طب ايه الاصغر من اي وحدة؟ في عندنا التصغير شوية حاجات مشهورة، في حاجة اسمها سنتي، وفي حاجة اسمها ملي، وفي حاجة اسمها مايكرو، وفي حاجة اسمها نانو، وفي حاجة اسمها بيكو، وفي حاجة اسمها فيمتو. طبعا هو مش هيجيب لي الكلمة بالعربي، بيجيب لي كل واحدة من دول لها رمز. السنتي سي سمول، الملي ام سمول، كلهم لانهم تصغير سمول. النانو ان سمول، البيكو بي سمول، الفيمتو اف سمول. طب انا سبت المايكرو ليه؟ لان دي حاجة مميزة. المايكرو بتبقى ام كابيتال كده بس مدلعة شوية، بسميها ام مدلعة. كل واحدة من دول لها رقم او بيسموه معامل. عشان احول من سنتيمتر الى الوحدة زي المتر مثلا بضرب في 10 أس سالب 2. عشان احول من ملي للوحدة بتاعتها بضرب في 10 أس سالب 3. عشان احول للمايكرو للوحدة بضرب في 10 أس سالب 6. النانو بضرب في 10 أس سالب 9. البيكو بضرب في 10 أس سالب 12. الفيمتو بضرب في 10 أس سالب 15. يبقى ده كده تصغير الوحدات. مثلا على جنب كده لو عايزين نقول 5 سنتيمتر بتساوي كام متر؟ باجي اشوف السنتي عشان احولها لمتر واضرب في كام؟ في 10 اس سالب 2، يبقى اكتب 5 في 10 اس سالب 2. طيب لو جيت مثلا عايز اكتب 5 نانو ثانية، عايز اخليها بالثانية، يبقى اضرب 5 في 10 اس سالب 9. طب افرض احتاج العكس، يعني 5 ثانية عايز يخليها بالنانو ثانية، بنغير إشارة المعامل. أنا من النانو للثانية بضرب في 10 أس سالب 9، العكس هضرب في 10 أس 9. طب لو عندي مثلا 5 فيمتو ثانية عايز أحولها لثانية، يبقى أضرب برضو 5 في 10 أس سالب 15. طب العكس لو 5 ثانية عايز أخليها فيمتو ثانية هضرب 5 في 10 أس 15. بنعكس إشارة الأس. طيب ده كده التصغير. لو جينا بقى على تكبير الوحدات، اي وحدة قياس لها حاجات اكبر منها.
الاكبر منها كتير جدا جدا، بس اشهر حاجه عندنا 3 كيلو ميجا جيجا. ايه هما؟ كيلو ميجا جيجا. 10 اس 3، 10 اس 6، 10 اس 9. كيلو ميجا جيجا 3 6 9. كيلو ميجا جيجا 3 6 ايه 9. الكيلو بنرمز له بالرمز كي كابيتال. لما نيجي نحوله لوحده القياس الاصليه بنضرب في 10 اس 3. الميجا ام كابيتال، ونفرق بين الميجا والمايكرو. المايكرو ام متدلعه، اما الميجا ام كابيتال مظبوطه. عشان احولها للوحده بتاعتها بضرب في 10 اس 6 اللي هي مليون يعني. الجيجا جي بحولها للوحده بضرب في 10 اس 9. في طبعا تيرا في 10 اس 12، وفي بيتا واكزا، بس اللي علينا كيلو ميجا جيجا 3 6 9. يبقى انا عندي التصغير 5 او 6 والتكبير 3، دول اللي علينا الاشهر حاجه يعني. سنتي ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو. سنتي ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو. -2 -3 -6 -9 -12 -15 بالترتيب كده. سنتي ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو. اول واحده بس اللي -2، والباقي بقى كل مره بتزود 3. -3 زود -3 يبقى -6 وهكذا. التكبير كيلو ميجا جيجا 3 6 9. تعال ناخد بعض الامثله كده على التكبير. مثلا لو عايز احول 5 كيلو متر، عايز اخليها بالمتر، بضرب 5 في 10 اس 3. طب عايز احول مثلا 5 حاجه اسمها ميجا هرتز، عايز اخليها بالهرتز، ودي بتلاقيها مثلا في المحطات الاذاعيه، يبقى اضرب 5 في 10 اس 6 وهكذا بقى. يبقى دي كده اسمها تحويل الكسور والمضاعفات الى الوحدات الايه؟ الدوليه. الحاجات ديت تنفع مع كل الوحدات. طيب بعد كده عندنا طبعا من اشهر الكميات اللي لازم تتحول المساحات والحجوم. لو بدأنا بالمساحه، طبعا قلنا المساحه رمزها ايه؟ ومساحه مثلا المستطيل الطول في العرض، مساحه المربع طول الضلع في نفسه، يبقى المساحه هتبقى وحدتها متر مربع. ممكن تجي لي بوحده اسمها سنتيمتر مربع، احولها ازاي للمتر مربع؟ طبعا احنا عارفين لو جات لي سنتيمتر اقدر احولها لمتر، لسه قايلين بضرب في 10 اس -2. طب لو حط هنا تربيع وهنا تربيع تبقى 10 اس -2 تربيع. طب 10 اس -2 تربيع تودينا كام؟ تدينا 10 اس -4. طيب لو جات لي بالملي متر مربع عايز احولها للمتر مربع، انا عارف لو عايز احول من الملي متر الى المتر بضرب في 10 اس -3. افرض حط هنا تربيع وهنا تربيع يبقى نخلي المعامل تربيع. طبعا في ناس بسم الله ما شاء الله شاطره في الرياضه تقول لك 10 اس -3 تربيع لما نربع الثلاثه تبقى 9. طبعا الكلام ده غلط. 10 اس -3 تربيع لما يكون في اساس مرفوع له اسين نضرب الاسين في بعض، يعني هتبقى 10 اس -6. طيب بالنسبه بقى للحجم، لو انا عايز اشتغل الحجم بنرمز له بالرمز VOL، اختصار لكلمه فوليوم، بيقاس بوحده متر مكعب. فممكن الحجم يجي لي بكذا وحده تانية، ممكن يجي لي بالسنتيمتر مكعب فحوله لمتر مكعب. لسه قايلين من سنتيمتر لو انا عايز احول من السنتيمتر الى متر بضرب في 10 اس -2. طب افرض حط لي هنا تكعيب وهنا تكعيب يبقى خلي دي الكل تكعيب. طب 10 اس -2 تكعيب برضو ما غلطش. 2 10 اس -2 تكعيب بضرب الاسين في بعض تدينا 10 اس -6. ممكن تجي لي بالملي متر مكعب احولها الى متر مكعب. نفس الكلام من ملي متر الى متر المفروض بضرب في 10 اس -3. طب لو حطيت هنا تكعيب وهنا تكعيب يبقى 10 اس -3 تكعيب، اضرب دول في بعض يبقى يدينا 10 اس -9. طيب في حاجه اخيره بقى في الحجم، لو جالي بوحده اللتر ممكن نكتبها ال او لتر عادي.
عشان احول من اللتر للمتر مكعب بضرب في 10 أس سالب 3 فقط. طيب واحد يسأل سؤال، هو انا اصلا يعني ليه ما يجيش المسألة سالكة؟ ليه ما يجيبليش المسافة بالمتر والطول والمساحة بالمتر مربع والحجم بالمتر مكعب والزمن بالثانية؟ ليه الحوارات دي كلها؟ لأن اللي بيألف المسألة بيألف المسألة وفقا للمنطق. ما ينفعش مثلا واحد يقول أنا عندي مساحة شقة كذا كيلو متر مربع، أنت كده بتألف. ما ينفعش مثلا واحد يقول أنا اديت لمريض حقنة أو الدكتور كتب للمريض حقنة كذا لتر، طبعا دي حاجة كبيرة جدا. اللتر ده حاجه بنقيس بيها حجم السوائل الكبيره، لكن انا بشتغل مثلا في الحقن بالسنتيمتر مكعب. في السوائل الكبيره هنشرب مثلا ميه او عصير يبقى باللتر، حاجات صغيره جدا بالمليمتر مكعب. يبقى انا التحويل ده مهم في تاليف المساله عشان تبقى المساله منطقيه. تمام؟ طيب في عندنا برضو تحويل الكتل والازمنه الى الوحدات الدوليه. الكتله رمزها ام، اختصار لكلمة ماس، وحدتها الأصلية كيلو جرام، فممكن تجي لي بحاجة اسمها الجرام وحاجة اسمها الطن. طبعا من الجرام للكيلو جرام بضرب في 10 أس سالب 3، من الطن للكيلو جرام بضرب في 10 أس 3، الطن فيه 1000 كيلو. بالنسبة للزمن دي تحويلة سهلة جدا. الزمن رمزه تي سمول تايم، وحدته الاشهر طبعا والدوليه ثانيه، فممكن تيجي لي الوحده بالساعه رمزها اتش، بحولها الى الدقيقه اللي هي مينت، وبعدين بحولها الى الثانيه لو محتاج اس. من الساعه للدقيقه بضرب في 60، من دقيقه لثانيه بضرب في 60. طبعا لو قلت لك هتتحول من ساعه لثانيه على طول هتقول 120، 60 في 60 120، لا طبعا لازم تركز، 60 في 60 يعني 3600. في عندنا برضو تحويله للسرعه. السرعه رمزها في وحدتها متر لكل ثانيه، دي الوحده الدوليه. في وحده او في تحويله مشهوره في الرياضه، لو هي كيلو متر على الساعه وعايز احولها الى متر على الثانيه، من كيلو متر المتر بضرب في 1000 اللي هو 10 أس 3، من ساعة لثانية بضرب لسه قايلين من ساعة لثانية 3600. اختصار ده اسمه 5 على 18. يبقى لو عايز احول من كيلو متر على الساعة إلى متر على الثانية بضرب فيه 5 على 18. طب العكس بضرب فيه 18 على 5. يبقى ده التحويلة بتاعتنا للسرعة. في حاجة أخيرة برضو هتجيلي في حالة المسافات أو الأطوال الصغيرة جدا. ممكن يجيلي الطول بوحدة اسمها أنجستروم، فأنا بحوله للمتر بضرب في 10 أس سالب 10، والعكس بضرب في 10 أس 10. يبقى دي كده اهم التحويلات اللي هتقابلنا في المنهج، لازم اكون عارفها عشان انجز في حل المسائل. معظم المسائل ما بتجيش جاهزه، لازم يا اما تتحول يا اما تجيب الناتج وتحوله، فلازم تكون عارف الحاجات دي كلها وتتدرب عليها مره واثنين وثلاثه. طيب نخش بعد كده بقى على بعض القوانين الرياضيه اللي احنا المفروض عارفينها، هنقولها كده سريعا. محيطات ومساحات وحجوم بعض الاشكال الهندسيه. بعض الاشكال الهندسيه، معلش اكتبها بعد بس يا بعض. المربع محيطه بيساوي 4L. هو المربع طبعا كل اطوال اضلاعه قد بعضها، فالمفروض ان المحيط بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، يعني L زائد L زائد L زائد L اللي هي كام؟ 4L. مساحه المربع بتساوي L تربيع، يعني طول الضلع في نفسه. المكعب ده شكل بقى ثلاثي الابعاد، بيبقى ليه حجم، فحجم المكعب بيساوي L تكعيب، طول الضلع تكعيب. مساحة الوجه، وجه المكعب الواحد بيبقى عبارة عن مربع فمساحته L تربيع. مساحة سطح المكعب، المكعب مساحة الوجه L تربيع، هو بيبقى فيه 6 أوجه، 1 2 3 و3 ورا، يبقى المساحة هتبقى 6 L تربيع. المستطيل بيبقى طبعا طوله غير عرضه، لو الطول سميناه L والعرض سميناه W او ويدث يعني، فالطول زائد العرض في 2 يدينا محيط المستطيل. اما لو ضربنا الطول في العرض يدينا الايه؟ المساحه.
متوازي المستطيلات بيبقى بالشكل ده. لو عايزين حجم متوازي المستطيلات يا اما بيساوي، لو هو مثلا كده عشان يبقى شكله حلو شويه، بنضرب مساحه القاعده في الارتفاع. طب ما هي مساحه القاعده دي لو عايزين نجيبها بنضرب الطول في العرض، يبقى انا ممكن اقول حجم متوازي المستطيلات بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. الدايره محيطها بيساوي 2 باي ار، وار هنا يعني نق، ومساحه الدايره باي ار تربيع. اما الكره ده شكل مجسم يبقى حجمها 4/3 باي ار تكعيب. مساحه سطح الكره 4 باي ار تربيع. كل الحاجات دي المفروض عارفينها. حجم الاسطوانه بتاخد الشكل ده، حجمها بيساوي مساحه القاعده اللي هي عباره عن دايره اللي هي باي ار تربيع في الارتفاع اللي هو اتش. ومساحه قاعده الاسطوانه لسه قايلينها عباره عن دايره هتساوي ايه؟ باي ار تربيع. دي كده محيطات ومساحات وحجوم الاشكال الهندسيه اللي هنحتاجها ان شاء الله في منهجنا. برضو لازم تكون حافظها، لان في مسائل هيكون فيها مديك دايره مثلا، فانت عشان تحل المساله لازم تكون حافظ المساحه. المستطيل لازم تكون حافظ محيطه ومساحته وهكذا. الحاجة اللي بعد كده في عندنا بعض القوانين الهامة اللي خدناها تقريبا في أولى وثانية ثانوي محتاجينها في ثالثة ثانوي. زي قانون القوة. القوة دي من أشهر الحاجات اللي موجودة في الفيزياء. القوة بتساوي الكتلة في العجلة، ولو عايز تجيب وحدة قياسها القوة نيوتن، والكتلة كيلو جرام، والعجلة متر على الثانية تربيع. يبقى ممكن تقول إن النيوتن يكافئ كيلو جرام متر على الثانية تربيع، ودي وحدة قياس برضو مشهورة جدا. الوزن هو قوة، فلو انت مثلا عندك دي الأرض وده واحد واقف على الأرض اهو، فمعنى الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم. فالأرض بتجذب أي شخص إلى مركزها، ودائما الوزن اتجاهه نحو مركز الأرض. الوزن بنرمز له بالرمز اف جي. في أولى وثانية ثانوي ساعات كنا بنرمز له بالرمز دبليو سمول، لكن احنا عندنا الرمز الاشهر في ثالثه اف جي بيساوي ام في جي، والجي هيها العجله بس اسمها عجله الجاذبيه، وليه نفس وحدات القوه. الكثافه دي برضو حاجه مشهوره جدا خدناها في دراسه المواقع في ثانيه ثانوي، بنرمز لها بالرمز رو، ورو بتتكتب كده بي بس متدلعه شويه. والكثافه بتساوي ام على فوليوم. ولو عايز تجيب وحدة قياسها الكتلة كيلو جرام، والحجم متر مكعب. كمية التحرك بنرمز لها بالرمز بي ال، لسه قايلينها من شوية، بتساوي ام في. ولو انت مركز تقدر تجيب الوحدة، ايوه تبقى الكتلة ايه؟ كيلو جرام، والسرعة متر على الثانية. الشغل هو الطاقة، بنرمز له بالرمز دبليو بيساوي اف في دي. ولو انت شاطر تفك الاف تتفك الايه؟ ام في ايه في دي. يبقى ده قانون الشغل. اشهر وحده للشغل او الوحده الدوليه جول. ولو عايز بقى تجيب وحدات مكافاه، القوه نيوتن، الازاحه متر، الكتله كيلو جرام، العجله متر على الثانيه تربيع، في المسافه متر يبقى متر تربيع على الثانيه تربيع. طاقه الوضع، اي جسم على ارتفاع معين من سطح الارض يبقى عنده طاقه اسمها طاقه الوضع، اللي هي بي اي، اختصار لكلمه بوتنشال انرجي. طب طاقه الوضع دي بتساوي ايه؟ ام جي دي او ام جي اتش. تنفع الكتله في عجله الجاذبيه في الارتفاع، والطاقه هيها الشغل، فبالتالي يبقى وحدتها زي وحدات الشغل هي جول. طاقه الحركه اسمها كاينيتيك انرجي، بتساوي نص ام في تربيع، نص الكتله في مربع السرعه. وطبعا وحدتها برضو زي وحدات الشغل اللي هي ايه؟ جول. سرعه الموجه اللي هي رمزها في، ينفع تجيبها بالقانون الاساسي للسرعه، ده يسري على كل السرعات المسافه على الزمن. وينفع تقول لامدا في نيو، ولامدا اللي هي الطول الموجي، ونيو يعني التردد. والنيو دي بنكتبها ازاي؟ 2 وندلعها شويه كده. طيب دي كده اهم القوانين اللي هتقابلنا او اللي احنا خدناها في اولى وثانيه ثانوي، وهتكمل معانا لثالثه ثانوي.
طبعا في بعض القواعد البسيطه في الرياضه، بسيطه جدا جدا وسهله، والمفروض انت اكبر من كده يعني. لو انا عندي مثلث قائم الزاويه الضلعين القايمه هم A و B، والوتر هو الضلع المقابل للزاويه القايمه اسمه C. فاحنا لازم نعرف ان لو انت عايز تجيب الوتر اللي هو C بيساوي بتربع الاول وتربع الثاني وتجذر، بتربع الاول وتربع الثاني وتجمعهم وتجيب الجذر. يعني مثلا لو ده 3 متر وده 4 متر، يبقى لو عايز سي يبقى السي هتساوي جذر اللي هو الوتر، يعني 3 تربيع زائد 4 تربيع، يطلع الناتج 5 متر. طيب الدوال المثلثيه، طبعا اي مثلث قائم لو في زاويه هنا اسمها ثيتا، فالضلع اللي جنب الزاويه او اللي لازق فيها اسمه المجاور، واللي قصادها اسمه المقابل، والضلع المقابل للزاويه القايمه اسمه الوتر. فاحنا عندنا 3 حاجات. لو انا عايز اجيب ساين الزاويه بقسم المقابل على الوتر، لو عايز اجيب كوزين الزاويه بقسم المجاور على الوتر، لو عايز اجيب تاني الزاويه بقسم المقابل على المجاور. يعني مثلا لو حطينا ارقام برضو نفس الارقام، لو ده 3 متر وده 4 متر وده 5 متر، وقال لك هات لي ساين سيتا. ساين سيتا بتساوي للسائلين المقابل للزاويه اللي هو كام؟ 4، يبقى 4 على الوتر اللي هو كام؟ 5، يبقى كده جبنا ساين الزاويه. طب لو عايز كوزين الزاويه، كوزين الزاويه بيساوي المجاور على الوتر، المجاور اللي هو كام؟ 3 على الوتر اللي هو كام؟ 5. طب لو عايز تاني الزاويه، ودي مهمه جدا 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 في ايجاد الميل، تاني الزاويه بتساوي المقابل على المجاور، يعني 4 على 3، ودي كده اسمها الدوال المثلثيه. حاجات بسيطة جدا المفروض تكون عارفها او معظم الناس عارفاها، بس احنا بنعمل لك ايه؟ يعني ريفريش للمعلومات، بحيث انت ان شاء الله تخش كده واحنا شغالين لما نفكرك بالحاجة دي يبقى انت ضغطت عليها مرة واتنين. نخش بقى في حاجة مهمة جدا اسمها الرسم البياني. ناس بتبقى عندها مشكلة كبيرة جدا في الرسم البياني من اولى وثانيه ثانوي. الرسم البياني فيه حوارات كتيرة جدا، فاحنا ان شاء الله السنة دي هنمشي معاه واحدة واحدة. دلوقتي هقول لك بس اهم العلاقات، وبعد كده ان شاء الله يعني واحنا شغالين في المنهج كل علاقة هتيجي هنسميها تاني ونشرحها تاني. فانت لو ركزت دلوقتي 50% كويس جدا، لو لقطت 50% يعني ايه رسومات بيانية وايه الفرق بينها وركزت عليها في المنهج ان شاء الله الكلام ده هتفتكره تاني، وهتلاقي الدنيا بقى والمعلومة اتثبتت 100%. اول علاقة عندنا واشهر علاقة اسمها العلاقة الطردية المنتظمة، ودي بتجيلي بالشكل ده، واي بتساوي A في اكس. ولو ركزت هتلاقيني رسم الواي والاكس بلون والاي بلون، لان الاكس والواي ده كانه السينات، الاكس هي السينات والواي هي الصادات، فالاكس والواي متغيرين، اما الاي ده ثابت. الاي ده بيبقى رقم ثابت، ممكن يكون 1 أو 2 أو 3. اول ما نشوف العلاقه دي ادي الواي وادي الاكس، ده في طرف وده في طرف، والاي مضروبه في الاكس، فنعرف على طول ان الاكس والواي اسمها علاقه طرديه منتظمه. معناها ايه؟ لو الاكس زادت للضعف الواي هي كمان بتزيد للضعف، لو الاكس قلت للنص الواي هي كمان بتقل للنص. طيب ناخد مثال، مثلا يعني لو قال الواي بتساوي 3 اكس، تعال نعمل جدول كده ونستنتج شكل العلاقه. لو هنا واي وهنا اكس، هنعوض عن الاكس مثلا بصفر، 1 2 3 4. لو عوضنا في القانون ده عن الاكس بصفر، صفر في 3 بصفر، يبقى الواي بصفر. لو عوضنا عن الاكس بواحد، واي هتساوي 3 في 1 ب3. لو عوضنا عن الاكس ب2، 2 في 3 ب6. لو عوضنا عن الاكس ب3، 3 في 3 ب9. لو عوضنا عن الواي ب4، 3 في 4 ب12. لو حابين بقى نرسم علاقة بين الواي والاكس هتبقى الرسمة كده. هنحط الارقام
طبعا وانا برسم رسم بياني لازم اخد بالي ان لازم تكون المسافه بين كل رقم والتاني مقادير متساويه. يعني مثلا على محور اكس لو قلنا هنمشي 0 1 2 يبقى كل مره بزود واحد. فاحنا هنبص كده هتلاقي تختار مقياس الرسم ازاي. لو طرحت 1 ناقص 0 بواحد، 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 2 1، يبقى هنمشي كل مره 1 1 2 3 4 5. نيجي بقى على واي، ازاي نختار مقياس رسم واي؟ برضه هنطرح 3 ناقص 0 3، 6 ناقص 3 3، يبقى كل مره بزود كام؟ 3. يبقى 0 بعد كده 3 ازود 3 يبقى 6، بعد كده 9، بعد كده 12، بعد كده 15. طيب هنيجي بقى الصفر مع الصفر ونحط نقطه، الواحد مع الثلاثه نحط نقطه، الاثنين مع الست، الثلاثه مع التسعه، الاربعه مع ال12. لو وصلنا كل ده كده بخط مستقيم يطلع الخط بالشكل ده. واول ما نلاقي الخط مستقيم بادئ من نقطه الاصل يبقى دي اسمها علاقه طرديه منتظمه. طيب انت عايز تجيب حاجه اسمها الميل اللي احنا بنسميه سلوب. الميل ممكن تجيبه بطريقتين، طريقه من الرسمه وطريقه من القانون على طول. تعالى من الرسمه الاول. الميل المفروض بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. دلتا دي معناها الفرق، بطرح حاجتين من بعض، بطرح القيمة التانية ناقص القيمة الأولى على القيمة التانية في إكس ناقص القيمة الأولى. لو خدنا مثلا النقطة دي وبداية الخط بنعمل بينهم مثلث كده، شايف المثلث اللي أنا مظلله ده؟ هنجيب بقى الميل بتاع المثلث ده إزاي؟ النقطة دي قصاد كام على الصادات؟ 12، والنقطة دي قصاد كام على الصادات؟ 0. يبقى أقول 12 ناقص 0. 12 ناقص 0 على النقطة دي قصاد كام على السينات؟ 4، ودي قصاد كام على السينات؟ 0. يبقى أقول 4 ناقص 0. يبقى يطلع الناتج 12 على 4 فيها التلاتة. ده الميل. كنت ممكن بقى أجيب الميل بطريقة سهلة جدا. دائما الناس بتوع الرياضة يقول لك لو عندك معادلة بالشكل ده، الواي دي كأنها الصاد، هي الصاد أصلا، والاكس ده هو السين، دائما الميل هو معامل السينات. يبقى اللي مضروب في السين هو الميل، فانت هتخبي على السين كده اللي مضروب فيها هو الميل. يبقى الميل بيساوي 3. يبقى دي في خطوه واحده. يبقى دي كده اسمها اول علاقه عندنا، اسمها علاقه ايه؟ طرديه منتظمه. طيب العلاقه اللي بعد كده دي عايزه تركيز شويه، لان يعني ممكن ما قابلتناش قبل كده في اولى ولا في ثانيه ثانوي، او قابلتنا بس بسيط جدا. يعني اسمها علاقه طرديه غير منتظمه. طب دي بتجيلي على اي اساس او على اي شكل؟ بتيجي الشكل ده، واي بتساوي اكس تربيع بس مضروبه في رقم ثابت، والرقم الثابت ده هنرمز له بالرمز ايه مثلا؟ الرقم الثابت ممكن يكون 2 او 3 او 4، رقم ثابت. يبقى هنا الواي والاكس علاقه طرديه غير منتظمه. ركز، الواي والاكس طرديه غير ايه؟ منتظمه. يعني ايه؟ يعني لو الاكس زادت للضعف الواي هتزيد 4 امثال، لان في اكس تربيع. لو الاكس زادت للضعف ما ينفعش تقول الواي هتزيد للضعف، الواي هتزيد 4 امثال. ليه يا استاذ؟ لان هنا هنربع الاثنين. طب لو الاكس زادت 3 امثال يبقى الواي هتزيد 9 امثال. لو الاكس زادت 4 امثال يبقى الواي هتزيد 16 مثل قيمتها. فلو ركزت بقى على قيمة الاكس وقيمة الواي، الاكس والواي، هتلاقي الاكس هنا كانت 2، الواي 4، الاكس زادت 3، الواي زادت 9، الاكس زادت 4، الواي زادت 16. هل الارقام دي زي بعضها؟ لا طبعا. وبالتالي لو حبيت ارسم علاقة بين الواي والاكس فقط نرسمها علاقة بالشكل ده، ودي كده اسمها علاقة طردية غير منتظمة. طب افرض بقى واحد قال لي يا استاذ افرض انا عايز ارسم علاقة بين الواي والاكس تربيع، هنا بقى تبقى طردية منتظمة. لان انت لو بصيت على الرقم بتاع الاكس تربيع كله هتلاقيه 4، يبقى ده 4 زي بعض. 3 تربيع 9 زي ال9 يبقى زي بعض. يبقى ممكن بقى السؤال يجي لك بالشكل ده، يجيب لك معادله زي ديت ويقول لك اختر الاجابه الصحيحه. لو قال لك ارسم لي علاقه بين الواي والاكس فقط يبقى طرديه غير منتظمه. الواي والاكس تربيع يبقى طرديه ايه؟ منتظمه. يعني مثلا من الاسئله اللي هتقابلنا
سؤال زي ده بيقول من القانون الباور، دي حاجة هناخدها في الفصل الأول اسمها القدرة، بتساوي اي تربيع اللي هو شدة التيار تربيع في ار يعني المقاومة. وبيقول عند ثبوت الار فإن العلاقة الصحيحة بين الباور والاي هي، وجايب لي اختيارات، عامل لي رسمة كده ورسمة كده ورسمة كده ورسمة كده، وفي كل الصادات هنا باور والسينات كلها فيها اي، ودي مسميها العلاقة A وطلعها لي بالشكل ده، ودي B ودي طلعها لي بالشكل ده، ودي C ودي طلعها لي بالشكل ده، ودي D ودي طلعها لي بالشكل ده. ويقول لي اختر العلاقة الصحيحة. أول حاجة هفكر فيها القانون ده شبه المعادلة دي بالظبط. مين الصاد؟ الباور، ده الصاد. مين السين؟ الاي. والار ده ايه؟ ثابت، هو اللي قال والله. طيب هو عايز ايه؟ عايز ارسم علاقه بين الباور والاي ولا الاي تربيع؟ لا، الباور والاي بس. طالما الباور والاي زي الواي والاكس بس، تبقى الرسمه زي دي بالظبط كده. يبقى الاجابه الصح هي رقم ايه. طب افرض قال لك بقى باور واي تربيع، لو عايزين نرسم باور واي تربيع يبقى تاخد الخط ده، يبقى ده شكل نمط الاسئله اللي ممكن يجي. طيب يبقى احنا كده خدنا العلاقه الطرديه وخدنا العلاقه الطرديه الغير منتظمه. نيجي بقى لعلاقه اسمها علاقه تزايديه. والعلاقه التزايديه بتجيلي بشكلين. اول شكل الواي بتساوي A X زائد B، بيجي لي بالشكل ده. Y بتساوي A X زائد B. طبعا ركز، انا عامل الواي والاكس بلون عشان اقول لك ان دول هما المتغيرين، اما الاي والبي بلون اسود عشان تعرف ان الاي ده ثابت والبي ده ثابت. طيب عشان تستنتج شكل الرسمه هنتخيل ان انا معايا بقى محاور، مش هنحط ارقام ولا حاجه عشان الوقت. لو ده واي وده اكس، لو ركزت ان شاء الله هيبقى الموضوع سهل. عشان تعرف الخط هيبدا من الصفر ولا هيبدا من فوق ولا من تحت، بتعوض عن الاكس بصفر. لو الاكس كده عوضت عنها بصفر، لو كانت الاكس بصفر، صفر في اي حاجه بصفر، يبقى الواي هتساوي بي. يبقى كده معناها لو الاكس بادئه من الصفر يبقى الواي بادئه من فوق شويه من هنا. عشان كده لو حبينا نرسم العلاقه هتبقى بالرسمه دي كده. ودي كده اسمها علاقه تزايديه. علاقه ايه؟ تزايديه. طب تعالى ناخد مثلا مثال عشان ايه نفهم. يعني عندي مثلا تعالى نكتب نفس الحاجه ديت، واي بتساوي وليكن 2 اكس زائد 1. تعالى نعمل جدول ونرسمه مع بعض. لو هنا اكس وهنا واي، لو الاكس هنعوض عنها بصفر مره، ومره واحد، مره 2، مره 3، مره 4. يلا ركز بقى. لو الاكس بصفر، 2 في صفر بصفر، يبقى ده كله اتشال، يبقى الواحد، يبقى الواي بواحد. لو الاكس بواحد، 2 في واحد ب2 زائد واحد يطلع الناتج 3. لو الاكس ب2، 2 في 2 ب4 زائد واحد يطلع الناتج 5. لو الاكس ب3، 2 في 3 ب6 زائد واحد يطلع الناتج 7. لو الاكس ب4، 2 في 4 ب8 زائد واحد يطلع الناتج كام؟ 9. تعالى بقى نرسم الرسمه هنا. هنا واي وهنا اكس ونحط الارقام. الاكس هنمشي 0 1 2 3 4 5 كفايه. الواي ممكن نمشي 2 4 6 8 10 عادي. تعال نشوف بقى. الاكس لو 0 الواي بواحد، الواحد هنا اهو،
يبقى لو الاكس بصفر يبقى الواي هتبدأ من هنا. طيب لو الاكس بواحد الواي بتلاتة في النص هنا تقريبا هنا. طب لو الاكس باتنين الواي بخمسة هتبقى في النص هنا برضو. لو الاكس بتلاتة الواي هتبقى بالسبعة بين الستة والتمانية. طب لو الاكس باربعة الواي هتبقى بتسعة بين التمانية والعشرة. لو وصلنا دول كده ببعض هيطلع الخط مش بادئ من نقطة الأصل، بادئ من فوق شوية. يبقى أول ما تشوف العلاقة فيها واي بتساوي رقم ثابت في اكس زائد رقم ثابت تاني يبقى دي اسمها علاقة تزايدية. طب لو عايز الميل، اوعى في الرسمة ديت تقسم قيمة على قيمة. الصح بتعمل مثلث، أي مثلث زي المثلث الكبير ده كله أهو، ونجيب زي ما قلت لك فرق الصادات على فرق الايه؟ السينات. ركز بقى معايا، النقطة ديت قلنا قصاد كام؟ 9. طب النقطة دي قصاد كام؟ 1. يبقى أنا هقول 9 ناقص 1 على النقطة دي قصاد 5 ما في النص بينهم، والنقطة دي قصاد 0 يبقى 5 ناقص 0. يطلع الناتج 9 ناقص 1 9 ناقص 1 8 على معلش ديت قصاد 4 دي غلطة، ديت قصاد 4 هي على الرسمة قصاد 4 كده مش 5 غلطة معلش. يبقى 9 ناقص 1 8 على 4 ناقص 0 4 يبقى 8 على 4 فيها الاتنين. احنا كنا قلنا ان الواي الاكس قصاد 4 والواي قصاد 9 وممكن تجيبها من هنا. لو طرحت 9 ناقص 1 اهو ده كده اسمه فرق الصادات. 9 ناقص 1 8 فرق السينات 4 ناقص 0 يدينا كام؟ 4. يبقى لو قسمت 8 على 4 فيها الايه؟ الاتنين. في بقى طريقه اسهل من كده. ايه الطريقه الاسهل من كده؟ ان احنا عندنا الناس بتوع الرياضه بيقول لك لو انا عندي معادله زي دي ص بتساوي مثلا ا س زائد ج، دائما معامل السين اللي مضروب في السين هو الميل، واللي لوحده ده اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات. يبقى انا لو ركزت كده هيبقى ده الصاد وده السين، ده هو الميل وده الجزء المقطوع من محور الصادات. يعني لو عايز في الرسمة أو في المعادلة دي الميل هنقول دلتا واي على دلتا اكس هيساوي ايه. طب لو عايز النقطة دي هتبقى بي. طب من المعادلة بقى اللي احنا ألفناها ديت ادي الصاد وادي السين، يبقى الاتنين دي هي الميل اللي احنا جبناها. الاتنين هي الميل واللي لوحده ده هو الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو 1. يبقى كده دي تاني علاقة اسمها علاقة ايه؟ تزايدية. العلاقة التزايدية برضو لها شكل تاني، ممكن تجيلي بالشكل ده y بتساوي ax ناقص b. هنا لو عايز تعرف الخط هيبدأ ازاي هتحط هنا y وهنا x، هتعوض عن الاكس بصفر، صفر في اي حاجة بصفر. يبقى لو الاكس بصفر، لو عوضت عن الاكس بصفر، صفر في اي حاجة بصفر، يبقى الواي هتساوي سالب بي. يبقى الواي لو الاكس بصفر مش بادئه من موجب كده، بادئه من السالب، يبقى الرسمه تطلع كده. لو مديت الخط ده على استقامته كده هيبقى هنا. يبقى اول ما تلاقي المعادله فيها زائد يبقى الخط بادئ من فوق، سالب يبقى الخط بادئ من تحت. طب لو عايز تجيب الميل، الميل بيساوي دلتا واي على دلتا اكس. طب الميل ده بيساوي ايه؟ دائما قلنا ان ده الصاد والاكس ده هو السين، معامل السين هو الميل، يبقى الميل بيساوي ايه؟ طب لو عايز النقطة ديت الحد المطلق ده اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات، يبقى النقطة دي سالب بي. طب تعالى بقى تطبيق على اللي احنا قلناه. لو انا مثلا هديك معادلتين وشوف هنرسم انهي رسمة. لو قلنا مثلا عندي في وده هناخده اسمه فرق الجهد بيساوي حاجة اسمها في بي، اسمها القوة الدفعة الكهربية للبطارية، برضو مش مهم المسميات دلوقتي، زائد اي يعني شدة التيار في ار اسمها مقاومة داخلية. وهو قال لي حيث ان الفي بي ده ثابت والار سمول ثابته.
وعايزين نرسم علاقه بين الفي والاي. لو انا حطيت الفي على الصادات والاي على السينات، يبقى انا بقى لازم اتوقع هل الرسمه هتبدا من صفر؟ لا. ليه؟ لان في زائد او ناقص. طب في زائد يبقى لازم الخط يبدا من فوق شويه. يبقى دي الرسمه بتاعتنا، يبقى انا متوقع شكل الرسمه. طب عايز اجيب الميل. الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، دلتا في على دلتا اي. في ناس طبعا شاطره تقول لك ايه، لو قسمنا يا مستر الفي على اي يبقى في بي زائد ار. ده هبل معلش. لو قسمنا الفي على اي يبقى في بي زائد ار، دي مش رياضه، دي تأليفه. لو قسمت الفي على الاي عشان اجيب الميل، نرجع بقى للمعادله اللي احنا قلناها. مين هنا الصاد؟ الفي عشان على الصاد. مين هنا السين؟ الاي عشان على السين. الميل دائما هو معامل السين. يعني ايه معامل السين؟ يعني اللي مضروب فيه. طب ما هو ده السين، مين اللي مضروب فيه؟ ار، يبقى ده الميل. يبقى الميل بيساوي ار. طب الغلبان اللي لوحده ده اسمه الحد المطلق، ده الجزء المقطوع من محور الصادات. يعني النقطه دي تمثل في بي. يبقى دي رسمه. طيب عايزين كمان تطبيق. نيجي بقى لمثال كمان نركز فيه برضو عشان نشوف الرسمه تطلع ازاي. لو قال لي معادله زي ديت هناخدها في الفيزياء الحديثه، كاينيتيك انرجي، دي اسمها طاقه الحركه، بتساوي حاجه اسمها اتش، برضو مش مهم يعني ايه دلوقتي، اسمه ثابت بلانك، وده نيو اللي هو التردد، ناقص اي دبليو حاجه اسمها داله الشغل. مش مهم المسميات، انا عايزك بس تفهم او تتوقع شكل العلاقه. وقال لي ان الاتش ده ثابت والاي دبليو ده ثابت، يبقى على طول اعرف ان المتغيرين اللي هيتغير هنا هو الكي اي والايه والنيو. طب لو حبيت ارسم علاقه بين الكي اي والنيو، توقع بقى هل العلاقه هتبدا من الصفر؟ لا طبعا، عشان في زائد او ناقص. طب هو في زائد ولا ناقص؟ ناقص، يبقى لازم الجزء المقطوع يكون من تحت كده. يبقى دي شكل العلاقه. يبقى انا لو المعادله فيها زائد يبقى الخط بادئ من فوق، ناقص يبقى بادئ من تحت. ده على حسب المعادله اللي احنا قلناها. طيب لو عايز الميل، الميل اسمه سلوب. الميل بيساوي فرق الصادات اللي هو دلتا كي اي على دلتا نيو. طب انا اعرفه ازاي يا استاذ؟ مش ده الصاد؟ والنيو ده السين؟ طب مين معامل السين؟ هو الاتش، يبقى ده الميل. يبقى الميل بيساوي اتش. طبعا برضو مش عايزين نشغل دماغنا، محدش يقول لو قسمت الكي اي على نيو يبقى اتش ناقص اي دبليو، طبعا قلنا ده هبل. طيب لو عايز ده يمثل ايه بقى؟ ده اسمه الحد المطلق، بناخده باشارته. ده يمثل الجزء المقطوع من محور الصادات. يبقى الجزء المقطوع من محور الصادات اسمه ايه؟ سالب اي دبليو. يبقى احنا كده خدنا 4 انواع من العلاقات: الطرديه المنتظمه اللي هي المعادله بتاعتها واي بتساوي اي اكس، الطرديه الغير منتظمه واي بتساوي اي اكس تربيع، فلو رسمت علاقه بين الواي والاكس يبقى منحنى. طب التزايديه ممكن تجي لي بالقانون يا اما واي بتساوي اي اكس زائد، يبقى الخط بادئ من فوق، ناقص يبقى الخط بادئ منين؟ من تحت. لو مديته يعني هيبقى الجزء المقطوع من الصادات سالب، اما لو زائد يبقى الجزء المقطوع من الصادات ايه؟ موجب. نخش بقى على العلاقه اللي بعد كده. خدنا الطرديه المنتظمه والغير منتظمه والتزايديه. في بعد كده علاقه اسمها علاقه تناقصيه. العلاقه التناقصيه ممكن تجي لي بكذا شكل، بس احنا هناخد دلوقتي شكل بسيط، وان شاء الله في المنهج لو قابلنا اسئله ثانيه نبقى نقولها. بتجي لي بالشكل ده. ايه ده ثابت، رقم ثابت، اي حاجه 2 3 4 10 اي حاجه، بتساوي اكس زائد واي. في الحاله ديت لو رسمنا علاقه بين الاكس والواي تطلع بالشكل ده كده، ودي كده اسمها علاقه تناقصيه. دي معناها ايه؟ ان الاكس لو زاد الواي تقل بنفس المقدار. يعني ايه يا استاذ؟ مثلا افترض ان الاي ب10 والاكس ب5 والواي ب5. الاي ده ثابت 10. طب افرض الاكس مثلا زادت بقت 7، يبقى الواي لازم تبقى 3. طب لو بصيت بقى الاكس كانت 5 بقت 7، زادت كام؟ 2. الواي كانت 5 بقت 3، قال لي كام؟ 2. يبقى مقدار الزياده هنا بيساوي مقدار النقص هنا. طب افرض ان دي 10 زي ما هي طبعا ما بتتغيرش، افرض دي بقت مثلا 8 يبقى لازم دي 2. افرض دي 10 دي بقت 9 يبقى لازم دي تكون 1. افرض دي 10 ودي بقت 10 يبقى دي 0.
يبقى اول ما تجيلي معادله كده الاكس والواي مجموعين على بعض والناحيه الثانيه فيها مقدار ثابت، يبقى العلاقه بين الاكس والواي دي اسمها علاقه ايه؟ تناقصيه، علاقه تناقصيه. طيب العلاقه اللي بعد كده احنا بس بنتعرف على انواع العلاقات سريعا، وبعد كده ان شاء الله هنبقى نشرح الكلام ده في المنهج، نوظفه بقى في المنهج. في عندنا علاقه بعد كده اسمها علاقه ثابته، بيبقى شكلها البياني ازاي؟ لو هنا اكس وهنا واي يطلع خط الناتج خط مستقيم كده موازي لمحور السينات. اول ما اشوف العلاقه دي كده، ادي الاكس وادي الواي والخط موازي لمحور السينات، يبقى دي اسمها علاقه ثابته، معناها مهما الاكس زادت الواي ثابته. يعني لو حطيت ارقام دي 0 1 2 3 4 وده هنا مثلا 10 وده 20، الاكس لو 0 الواي ب 20، 1 ب 20، 2 برضه الواي ب 20، 3 الواي ب 20، يبقى الاكس بتتغير اما الواي مالها ثابته. طب لو عايز الميل، الميل بيساوي دلتا واي على دلتا اكس. عشان تجيب الميل قلنا الصح نختار نقطتين، يعني مثلا قصاد الواحد هناخد نقطه وقصاد الاثنين هناخد نقطه. نيجي بقى نشوف فرق الصادات، النقطه دي على الصادات بكام؟ ب 20، يبقى نقول 20. طب النقطه دي على الصادات بكام؟ برضه ب 20، يبقى 20 ناقص 20. طب النقطه دي على السينات بكام؟ ب 2، ودي على السينات بكام؟ ب1، يبقى 2 ناقص 1. يبقى يطلع الناتج فوق 20 ناقص 20 صفر، على اي رقم يطلع الناتج بكام؟ بصفر. وممكن تجيبها بطريقه ثانيه، الميل قلنا معروف بيساوي تان الزاويه. الميل بيساوي ايه؟ تان الزاويه. طب ما هو الخط ده بيوازي ده، يبقى الزاويه بصفر وتان صفر بصفر، يبقى الميل بصفر. طيب اخر علاقه عندنا بتيجي بالشكل ده، واي مثلا بتساوي وليكن رقم ثابت 5 في ساين سيتا. الخمسة ديت طبعا ده الثابت، فهو بيقول لي ارسم لي علاقة بين الواي والسيتا. برضه عشان نعرف شكل العلاقة تعالى نفترض أرقام. طبعا احنا بنتكلم عن سيتا بقى، وأشهر زوايا هتلاقي الزوايا المشهورة عندك 0 في 90 في 180 في 270 في 360. عوض بقى ساين صفر بصفر في 5 يطلع الناتج بصفر. يبقى هنا لو عوضنا عن الثيتا بصفر يبقى الواي بصفر. ساين 90 بواحد، 1 في 5 ب5 يبقى عند ال90 الواي قصاد 5. ساين 180 بصفر في أي حاجة بصفر. ساين 270 بسالب 1، سالب 1 في 5 بسالب 5، يبقى يطلع الناتج 5 بس بالسالب تحت. ساين 360 بصفر في اي حاجه بصفر يطلع الناتج بصفر. لو انت بقى وصلت كده يا حبيبي يطلع الخط بالشكل ده. وطبعا لما اسالك ديت العلاقه دي اسمها ايه، في ناس تقول علاقه موجيه. الحلاوه دي موجيه، دي فيزياء. احنا بنتكلم عن رياضه، اسمها علاقه جيبيه او منحنى جيبي. طب ليه يا استاذ؟ لان لها علاقه بساين الزاويه، والساين ده يعني جا الزاويه، جا اختصار لكلمه جيب الزاويه. يبقى احنا كده خدنا شويه علاقات. خدنا علاقه طرديه وطرديه غير منتظمه، وخدنا تزايديه لها شكلين، بيبقى واي بتساوي ايه اكس زائد بي او ناقص بي، فالخط لو هي زائد بادئ من فوق، لو ناقص بادئ من تحت. علاقه تناقصيه بيبقى الايه مثلا بتساوي اكس زائد واي، فالاكس والواي لو مجموعين وبيساوي رقم ثابت يبقى الاكس والواي علاقه تناقصيه خط كده. والعلاقه اللي بعد كده اسمها علاقه ثابته، معناها مهما الاكس زادت الاكس ثابته والميل بصفر. وهنا علاقه متغيره او بيسموه منحنى ايه؟ جيبي. ويبقى كده يعني نبذه سريعه كده على اهم العلاقات البيانيه. ويبقى كده الحمد لله خلصنا يعني معظم الاساسيات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. ان شاء الله احنا شغالين في المنهج بقى هنراجع الحاجات دي، بس المطلوب منك ان انت تراجع الحاجات اللي احنا قلناها، تعرف التحويلات، تعرف التصغير والتكبير، تعرف المحيطات والمساحات والحجوم بتاع الاشكال الهندسيه، تعرف الفرق بين انواع العلاقات وازاي تجيب الميل. الميل دائما بنجيب فرق الصادات على فرق السينات، او هو بيساوي تاني الزاويه، او هو في معظم الاسئله بيساوي معامل السينات. فانت يعني لو ركزت كده 50%، واحنا شغالين في المنهج ان شاء الله لما تيجي علاقه بقى بيانيه هنشرحها تاني، فيبقى الموضوع اتثبت عندك 100%.
وان شاء الله كده نبدا ونستعين بالله وننتظركم ان شاء الله كده في اول محاضره في المنهج. محاضره جميله جدا وسهله وبسيطه، بتتكلم عن التيار الكهربي وقصه بقى اكتشاف الكهربيه، ويعني ايه شده التيار، ويعني ايه اميتر، ويعني ايه فرق جهد، ويعني ايه فولتميتر، وازاي نكهرب الناس، وازاي، وهكذا. ان شاء الله نقابلكم كده في المحاضره الاولى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.